تزامنا وتساقط الثلوج على جبال الأوراس وبرودة الطقس، أحيت جمعية ثومات بمنطقة غزة بإشمول رأس السنة الأمازيغية الجديدة منذ يناير 1967 حسب التقويم الأمازيغي على غرار باقي مناطق الأوراس. ويتم الوراث الثقافي الأجداد النايل زعما نحافظ في الناس خاطر داس أسكواس جديد أسكواس نيمازيغن ينار التاريخ. في تجديد لطقوس يناير قامت النسوة بتنظيف المدخنة وتجديد الكانون ونصب موقد آخر تحضره هؤلاء النسوة وكلهن أمل في عام يكتنفه الخير والفلاح. سن عشنا بران ود نتي شي قديما نظر نهزرا منوفا بخوش منوفا وديني بلي سكواسي حلا هذا الزي جديدا ونوي الحشيش ونوي ينين ونوي يرشمنت كل شيء. كما تم تحضير عدة أطباق شهية والتي لا تغيب في هذه المناسبة على رأسها طبق الشرشم والشخشوخة لتقدم للزوار والحاضرين القادمين من مختلف المناطق. ولو نتقير شمن العادة نتقير شمن إملا نسيبه ونتكليل نرين تقير شمن الله يقضى في المصارى في الفراعنة الناس ينار جديد من بعد ثالث قناص سويس ثلاثة قناص ينار قناص مزلغ يا متقلا قناص السن فرعونايا ديني تقود في شيشنيق ينغى فرعون إميرا لابلي بار نيودان يا قديز شنو نسارة متلي تظاهرات تمقران وتعم في وذا نوكل شنو سين نصلح سي نوفل والدين نغتقن فكرته. فاحتفاء المجتمع الأمازيغي بهذا الحدث الاجتماعي الثقافي الهام دليل التمسك بالطقوس والعادات الأمازيغية على أمل ترسيم هذا الاحتفال كيوم وطني.